السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل عدى عليكي يوم وقفتي قدام المراية وحسيتي ان كل اللي شايفاه هو عيوبك وبس؟ طب كم مرة قارنتي نفسك بغيرك وقلتي يا لو كنت أجمل، أو لو كان شعري أفضل، طب لو كانت بس بشرتي صافية كده وحلوة؟ طب لحظة، هل فكرت في يوم ان جمالك الحقيقي بيبدأ من جواكي، وان قيمتك عند ربنا أعظم بكتير قوي مما تتخيلي؟ النهاردة هشارك معاكم قصة مؤثرة جدا عن واحدة قررت تغير حياتها تماما بعد ما سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. بس قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. وإذا ظهر أي إعلان فيه موسيقى أو مخالفة لدين الله، أرجوكم اعملوا تخطي للإعلان أو وطوا الصوت لحد ما يبدأ الفيديو. صاحبة القصة بتقول: أنا كنت عايشة في منطقة هادية وسني كان حوالي 30 سنة، متجوزة وأم لطفلين جمال قوي. كانت حياتي اللي يشوفها من بره يفتكرها حياة مثالية مفيش زيها، بيت جميل، عيلة بتحبني، حياة مستقرة. لكن كان في سر صغير في حياتي محدش يعرفه أبدا، حتى أقرب الناس ليا ما كنتش بقول لهم السر ده. والسر هو إن ما كنتش شايفة نفسي جميلة خالص، وما كنتش راضية عن حالي. كنت كل ما أقف قدام المراية كنت بحس إن في حرب جوايا من غير ما أتكلم. كنت بنتقد شكلي، شعري، بشرتي، حتى الطريقة اللي ببتسم بيها. كنت فاكرة إن كل الناس شايفاني زي ما شايفة نفسي، مليانة بالعيوب ومش راضية عن نفسي. وده بسبب إن ساعات قرايبي بيقولولي كلام بيزعلني وبيجرحني. يعني في مرة كنت أنا وعيلتي متجمعين، فواحدة قالتلي: انت ليه مش بتهتمي ببشرتك زي فلانة؟ الصراحة باين كأنك مرهقة كده وتعبانة. وصاحبتي في مرة قالتلي بهزار: لو بس تخسي شوية هتبقي أحلى وأجمل من كده الصراحة. رغم إن الكلام ممكن يكون عادي وبسيط، لكن بالنسبة لي الكلام ده كان بيوجعني قوي، وكنت للأسف بتأثر بيه بطريقة سلبية جدا، لحد ما بقيت ما بحبش أبص في المراية وبتهرب من التصوير في أي مناسبة بروحها. حتى كنت بتكسف أروح أشتري لبس مع أي حد، كنت بحب أروح لوحدي. وفي يوم كان بالليل وكان يوم طويل مليان بترويق البيت والمسح والكنس والاهتمام بأولادي، نيمت أولادي وقعدت في الأوضة بتاعتي بتفرج على التلفزيون. كنت حاسة إني تعبانة من يوم النهاردة، وفي نفس الوقت كنت زعلانة قوي على حالي. وأنا بقلب في التلفزيون بمنتهى الملل وأنا مش عارفة أنا عاوزة أتفرج على إيه أصلا، لقيت نفسي وقفت عند برنامج ديني، وكان بيتكلم فيه الشيخ عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. ولقيت نفسي سبت الريموت وقعدت أسمع لكلامه، وحسيت كأن الكلام بيتقالي أنا. وفضل الشيخ يتكلم عن إن الجمال الحقيقي بيبدأ من جواكي، من الروح الطيبة، من الإيمان بالله والثقة بما خلقه الله. وهنا كانت نقطة التحول في حياتي، وقررت إني لازم أغير من نفسي ومن تفكيري. في اليوم التاني وقفت قدام المراية للمرة الأولى وأنا ببص لنفسي بنظرة مختلفة. بدل ما كنت بدور على العيوب، قررت إن أدور على الحاجات الجميلة اللي فيا. ولاحظت إن عينيا جميلة قوي، وإن كان طول الوقت الناس بتقولي عينك حلوة. وابتسامتي اللي كانت بتحسس أولادي بالأمان وتفرحهم لما ابتسم ليهم. بعدها قررت إن لازم يكون ليا ورد من القرآن، وبدأت الحمد لله أقرأ في القرآن وأفهم معاني الكلام اللي بقرأه، لحد ما عدى علي آية بتقول: ولقد كرمنا بني آدم. حسيت إنها رسالة واضحة إن ربنا كرمني بمجرد إني إنسانة. حسيت إن قيمتي مش بتعتمد على شكلي من الخارج بس، لكن قيمتي بتعتمد على أفعالي ونواياي. فقررت إن أوقف مقارنة بيني وبين أي شخص، وفهمت إن كل شخص ليه ظروفه الخاصة، وإن الجمال نسبي. وبدأت أهتم بجسمي وأعمل رياضة، حتى كنت بعمل رياضة في البيت، وده مش عشان أرضي حد، لكن عشان أنا أستحق أحس بالسعادة. واشتريت منتجات عناية بالبشرة بأبسط التكاليف. مش هكدب عليكم، رحلة تغيير نفسي ما كانتش سهلة. كان بيجي علي أيام بحس فيها بالإحباط، وبالذات لما لقيت تعليقات سلبية من الناس، لكن اتعلمت إن أنا أرد بابتسامة وأقول من جوايا: قيمتي عند ربنا مش عندكم. وفي يوم حصل لي موقف صعب بالنسبة لي، وواحدة قريبتي طلبت مني إن نتصور صورة جماعية. حاولت إن أتهرب منها كالعادة، لكن المرة دي افتكرت إن أنا في رحلة لتغيير نفسي، وقررت إني لازم أقف بكل ثقة. وفعلا اتصورنا، ولما شفت الصورة اتفاجئت إني كنت سعيدة قوي وواثقة من نفسي. ودي كانت أول مرة أحس إن أنا واثقة من نفسي وقد إيه جميلة. ومع الوقت بقيت واحدة جديدة، لما ببص في المراية بلاقي الصورة اللي بتعكس جمالي اللي من جوه ومن بره. وبقى عندي ثقة بنفسي كبيرة جدا الحمد لله. وفهمت إن الجمال الحقيقي بيبدأ من جوه،
وبدأت أكون صداقات مع ناس يقدروني ويقربوني من ربنا. ده غير إني بقيت هادية ومطمئنة أكتر بكتير من الأول. وفي يوم وأنا بجهز أولادي للمدرسة جت بنتي الصغيرة وقالت لي: ماما، انت أجمل واحدة في العالم. فابتسمت وقلت لها: وانت كمان يا حبيبتي أجمل بنوتة في العالم. هي كده خلصت خلاص قصتها، وشكرا جدا ليها إنها بعت قصتها عشان تتعلم منها أي بنت بتمر بنفس تجربتها. خلاصة القصة: الجمال الحقيقي مش حاجة بنشوفها في المراية، الجمال الحقيقي هو اللي بنعيشه من جوه. الجمال الحقيقي في قربك من ربنا، وتشوفي ايه اللي يرضي الله وتعمليه، وايه اللي بيغضب الله وتبعدي عنه. انا فاكرة زمان امي كانت تقولي: اذا عاوزة وشك يبقى ابيض ومنور كده صلي ربنا واقرأي قرآن. بعدين لما كبرت فهمت ان قربنا من ربنا سبحان الله بيخلي في وشنا القبول والراحة والسكينة والجمال، ومن غير ما تعملي اي مجهود بتلاقي الناس كلها حباكي ومرتاحالك وشايفينك جميلة. بس ثواني، ممكن بنات تقول طالما ان الله جميل يحب الجمال انا هتزين بقى وهلبس لبس يوصف جمالي وابين شعري واعمل حواجبي. لا طبعا، انت كده بتعملي حاجة عكس اللي ترضي الله تماما. مش عشان سمعتي حديث بيقول ان الله يحب الجمال يبقى اعصي الله والعياذ بالله. طبعا ما ينفعش، لان ربنا قال في كتابه: ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن. طب لمين يا رب؟ لحد تكملة الآية، ودي في سورة النور آية 31. يعني معنى الآية والله أعلى وأعلم، اللي ينفع تقعدي قدامه عادي بزينتك هو الزوج، الأب والأبناء، وأب الزوج اللي هو حماكي، أولادك، أبناء الزوج، ولاد إخواتك، ولاد أخوكي، والنساء المؤمنات، يعني النساء بس مسلمات. وطبعا من الخير ومن البر إن انت تتزيني لزوجك، إنما مش تتزيني بره. وفي نفس الوقت برضو الراجل المفروض يتزين لزوجته، يعني ما ينفعش الراجل ولا يغتسل ولا يبقى ريحته حلوة، لازم يكون في تبادل. لأن سبحان الله ربنا خلق نفسنا بتميل للجمال والزينة، لكن زي ما قلنا يكون في حدود اللي أحلها الله عز وجل. يعني في الشارع لبسك يكون يرضي الله، وفي نفس الوقت يكون لبس مرتب ونظيف ومكوي وجميل. وطبعا تقدري تشوفي ايه صفات اللبس الشرعي اللي المفروض تكوني عليها، لأن ربنا هيسألك يوم القيامة. واذا حابه برضو هحطلك ان شاء الله لينك فيديوهات لناس ثقة جدا باذن الله يا رب بيوصفوا ايه هو اللبس الشرعي اللي المفروض تكون النساء عليه. تعالي بقى اقولك يا احلى بنوتة واحلى ام في الدنيا كلها على خطوات عملية وسهلة عشان تقبلي نفسك وما تتأثريش ابدا بكلام الناس. اول حاجة، حبي نفسك. ذكري نفسك دايما ان ربنا اللي خلقك، وربنا لا يخلق الا الجميل، يعني انت جميلة يا جميلة. تاني حاجة، اتكلمي مع نفسك بلطف. تخيلي انك بتتكلمي مع صاحبتك اللي قريبة منك وبتحبيها، وقولي لها دايما كلام حلو يشجعها على الحياة ويحفزها ويقويها. تالت حاجة، ما تقارنيش نفسك ابدا بحد. حطي في دماغك ان الكمال كله لله، وان مفيش حد كله مميزات، وان كل حد فينا ليه جماله الخاص وظروفه المختلفة، وزي ما في مميزات اكيد برضه في عيوب. ودايما اكتبي في ورقة مميزاتك، وكل ما نفسك والشيطان يضحكوا عليكي ويخلوك تقارني نفسك بحد، بصي للمميزات اللي انت كتبتيها وافتكري قد ايه انك غنية باللي عندك. رابع حاجة، الامتنان. اكتبي قائمة يومية بالحاجات اللي بتحبيها في نفسك وبتكوني مبسوطة انها الحمد لله فيكي، واشكري ربنا دايما عليها، لان ربنا قال: لئن شكرتم لأزيدنكم. خامس حاجة، العناية بالنفس. احنا قلنا انك تحبي نفسك وتفتكري دايما ان ربنا اللي خلقك، وان ربنا لا يخلق الا الجميل. لكن مش معنى كده انك ما تهتميش بنفسك، لازم تهتمي بنفسك وتطوري منها، وتهتمي ببشرتك وتهتمي بصحتك وجسمك. وافتكري دايما انك بتعملي كده مش عشان ترضي حد، لا، انت بتعملي كده عشان ترضي نفسك وتكوني مبسوطة لانك تستحقي. سادس حاجة، التقرب من الله. خلي ايمانك بالله مصدر قوتك وثقتك بنفسك. والله عن تجربة، القرب من ربنا بيفرق في حاجات كتير قوي والله، إذا كانت نفسية أو جسمانية، حتى شخصيتك بتتغير تماما. وتعرفي على صحبة صالحة تقربك لربنا أكتر، ودول إن شاء الله هتلاقيهم في مجالس القرآن. حاولي مثلا تروحي مجالس علم، تحفظ قرآن، حد بيدي رقائق، حد يعرفك دينك ويعلمك أكتر الفقه والعقيدة، حاجات ترقق قلبك وتقربك لربنا. وإذا يا ستي مش عارفة تعملي كل دوت ومش عارفة تنزلي، النت مفيش أكتر منه. شوفي أي شيخ أو معلمة على النت بتحبي تسمعي لهم وشغلي واسمعي ليهم. سابع حاجة، ابعدي عن الناس السلبية. أي حد سلبي في حياتك ابعدي عنه، وابدأي صفي الناس اللي في حياتك.
وقربي بس من الناس اللي بيدعموكي وبيحبوكي زي ما انتي. بس إذا حد قالك مثلا إن فيكي عيب معين فعادي تقبلي، طالما مش قصدهم إن يقللوا منك، لكن هما بيحبوكي وعايزينك أفضل. تامن حاجة، ذكري نفسك دايما بقيمتك. اكتبي مثلا على مرايتك، على أي مكان قدامك، أنا جميلة وقيمتي أعظم بكتير قوي من إنها تتحدد بشكل الخارجي بس. آخر حاجة عاوزة أقولك إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول: إذا أحب الله العبد نادى جبريل أن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في أهل الأرض. وضع القبول في الأرض إن كل الأسوياء يحبوكي، مش كل البشر يحبوكي، لأن ربنا بيقول: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. فالأنبياء في ناس بتكرههم وعدو ليهم، فما بالك إحنا بقى الناس البسيطة. فادعي دايما ربنا يرزقك بالصحبة الصالحة، ويقرب منك الناس الصالحة الجميلة في الطبع وفي الخلق. وانت دايما اصلحي علاقتك بربنا، هتلاقي ربنا بيصلح ليكي كل حاجة حواليكي. وابعد تكوني من الناس اللي أول ما ربنا يصلح لها حالها ويفتح عليها ويكون عندها ثقة بنفسها تبدأ تشوف نفسها على غيرها وتكون مغرورة ومتكبرة. بلاش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. لو كنت بقى بتمري بتجربة مشابهة، افتكري دايما قيمتك مش في رأي الناس، قيمتك عند الله سبحانه وتعالى. ابدأي من النهاردة تتصالحي مع نفسك وحبيها زي ما هي، وحبي ربنا وقربي منه، وهتلاقي الدنيا كلها بتتغير حواليكي بالشكل اللي يرضي الله ثم يرضيكي. شاركوني رأيكم بقى في التعليقات وقولولي ايه هي أول خطوة هتبدأوا بيها رحلتكم في تقبل نفسكم. شكرا إنكم سمعتوني للآخر. نتقابل إن شاء الله في حكاية جديدة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. السلام عليكم.